بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. كما تشوفوا تو احنا تو في جبانة الشرفة، احنا ماشيين تو صدفة، ماناش عارفين كما تشوفوا اش لقينا تو في السحر هذا الموجود. ربي يتولاكم يا ربي، والله قسما بالله العظيم حسب الله ونعم الوكيل فيكم، حسب الله ونعم الوكيل فيكم. الله يهديكم الله يهديكم، حسب الله ونعم الوكيل فيكم. كما تشوفوا احنا تو في جبانة الشرفة، كما تشوفوا على الساعة 5:15. احنا ما نعرفوش كيفاش نحلوها السحر هذا. حل في الماء. بسم الله يرقيكم من نظرة الجمال. أنا كشفك ربي يا وين كان أنثى وين الله يا ربي يهديها، ربي يتوب عليها. كان راجل ربي يهديه. ومما يتكلمون ومما يصفون ومما يتكلمون ومما يقولون. بسم الله يرقيكم من حسد الجمال ونظرة الجمال وعين في السمعة والكلام والعرف. أنا حاب نطمن الشخص هذا اللي قلنا له السحر بحول الله، بحول الله إن شاء الله سميع العليم. إن شاء الله الشخص هذا إن شاء الله هو هز السحر وإن شاء الله باش يحلها إن شاء الله، ومن غير ما يخاف بحول الله كشف صاحب العملة. ومادام ربي كشفه بحول الله ربي إن شاء الله أكيد إن شاء الله إن شاء الله بحول الله أتمنى له ربي الخير إن شاء الله. وربي يتولاكم الأشخاص اللي قاعدين تستغل في القبور، تستغلوا في القبور إن شاء الله في السحر والشعوذة هذا يوميا، راه كل يوم الشيء هذا يوميا يوميا. احنا نقولوا الحرمة، المقابر لها حرمة، المقابر لها حرمة، المقابر لها حرمة. مش معقول أشخاص معناها يدخلوا المقابر ويتم عملية السحر وين؟ في مقبرة تاع ميت منسي. هل ترى أنتم شنو طالبين؟ هل ترى أشخاص هذوما يتحبوا يتنفوا؟ مش معقول. أنا رجائي وطلب وحيد إن الناس لازم تفيق شوي، يزيها مش من الشعوذة، يزيها من هم الأزرق تقوموا به. راهو عيب عليكم، عيب. الله يهديكم الله يهديك. الشخص هذا اللي سحروه من حزوة. تصور انت من حزوة مانيش عارف 60 كيلومتر جاي لتوزر مقبرة الشرفة. والشخص مولود من 84 يا خويا. كثرت الظاهرة ياسر، والشعوذة كثرت وفهمت. وهنا مع السلطة انها تتدخل على خاطر كثرة المشعوذين في البلاد، كثرة الناس اللي هي حسب روحها باش تجيب الرزق، وباش الرزق راه بيد ربي فهمت. وكان ثم حاجه كاذبه راهي كاذبه من عند ربي فهمت. زايد باش تدخلوا في الحوايج هذه، زايد باش تدخلوا في الشعوذه، راه مش معقول يا ناس. فيقوا راهو عيب عليكم، عيب عليكم، مش معقول. احنا وصلنا لدرجه تاع الدناءه اللي صايره في المقابر، اللي هو يوصل انسان ميت يجي يحفروا له حفره بجنب المقبره ويزيد يحط